النهارده ان شاء الله احنا اول ورشه لتعليم البنات النجاره. الهدف من ان احنا بنعلم البنات ان اححنا عايزين نعمل امتداد للحرفه. احنا خلال ال10 سنين الاخرين او ال20 سنه الاخرين لاحظنا كلنا ان في يعني مهنه النجاره والمهن بصفه عامه بتنقرض. يمكن انا في 2016 جيت طالبت وقلت يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نعمل كليات حرفيه، وللاسف ما حدش استجاب. كنت انا طلعت ببرنامج وقلت احنا محتاجين نعمل خريج مثلا يعني تخصص سباكه، يتعلم مهنه السباكه ويبقى معاه بكالوريوس. ليه يبقى معاه شهاده؟ لان معظم العائلات ما بترضاش طبعا تجوز بناتها لحرفيين. وفي ناس بيبقى نفسه يتعلم الحرفه، النجاره، السباكه، السمكره، الميكانيكا، الدهانات، وفي نفس الوقت ما بيقدرش يعمل ده علشان يكون عنده شهاده. يعني حضراتكم انا شايف ما شاء الله يعني مجموعه هايله وناس من سيدات المجتمع، وفي من الرحاب وفي من التجمع وفي من مدينه نصر، ورغم ذلك حضراتكم اهتميتوا وجيتوا علشان تحضروا معايا تعليم الورشه. انا بس حبيت ابدا علشان اشجع كل مشاهديني ان هم يجوا، وانا عامل الورشه مجانا تماما. في حد منكم دفع حاجه؟ طب حد طلب منه يشتري حاجه ويجيب حاجه وهو جاي؟ خالص. انا عاملها مجانا. الهدف منها ان احنا يعني نحاول ان احنا نمد الحرفه. خلينا نبدا بقى. الاول انا اسمي اشرف شندي، ودي ورشتي، وان شاء الله ورشه تعليم النجاره هيكون للبنات وللرجال، هيكون بصفه مستمره. واي حد انا بدعو اي حد عايز يشارك اتفضل. بس معلش استاذنكم بس عشان ابقى عارف الاسامي. اسم حضرتك؟ منة الله. اهلا بيكي. امل. مدام امل اهلا بحضرتك. نجلاء. مدام نجلاء اهلا بحضرتك. صح. اهلا بيكي. راجية. اهلا بحضرتك. سارة شحاتة. اهلا يا ساره. ساره من الناس اللي مهتمين جدا وكلمت اصحابها وجابتهم. طيب خلينا في الاول نتعرف على اسماء العدد. ده اسمه ايه؟ شنيور. ده في الحرفه بيسموه دريل، لان الشنيور اللي هو بكهرباء، لكن الدريل ده عباره عن مفك. يعني انا مركب اهو مفك، بيركب بقى مفك صليبه، مفك عاده، بيركب اي حاجه بقدر اربط وافك بيه. كده انا بربط وكده. ده بطاريه اهي بشحنها وبركبها. كويس. ده في منه اشكال كتير، و يعني في البطاريه دي وفي البطاريه دي، في منه بقى كذا نوع. ده يربط بس ما يخرمش الحيطه. ده بيربط وبيفك. ده انا بستخدمه الخشب، وهنستخدمه مع بعض النهارده وكلنا هنجرب باذن الله. ممكن يخرم في الحيط، يعني في منه اتعمل منه فولت عالي بنقدر نخرم في الحيط، ولكن طبعا انا دايما بفضل ان نخرم بالهيلتي. الفرق بين الهيلتي والدريل والشنيور، احنا قلنا الدريل ده مفك بيفك ويربط. كده انا بربط وكده انا بفك، وهنجرب. دي اسمها ايه يا جماعه؟ بنسة. في ناس بتقول عليها بنسه وفي ناس بتقول عليها زراديه، والاثنين صح. دي كماشه بنخلع بيها المسامير. عايز اقول لحضراتكم يعني يمكن دلوقتي قليل اللي بيستخدم العدد. ده مفك عاده، ده مفك صليبه، دي اسمها فاره. الفاره دي يعني برضو كانوا بيستخدموها على طول لغايه فتره صغيره. دلوقتي بقى مع الاخشاب الحديثه وكده ما بقتش مستخدمه قوي. ده اسمه ازميل. الازميل بيكون مقاسات، يعني زي ما حضراتكم شايفين ده مقاس وده مقاس اكبر، ده تقريبا 12 مللي وده 8 مللي. بيكون له استخدامات. الازميل بيبدا من 6 مللي لغايه ارقام كبيره، يعني ممكن تلاقي ازميل عرض 4 سم. وطبعا ده كلنا عارفينه قطر. لا مش سكينه معجون، غير السكينه معجون. سكينه معجون حاجه تانية. الازميل ده انا مثلا دايما لما بكون عايز افحر فيه اعمل يعني برضو يعني في ورشه جايه ان شاء الله هنتكلم على الازميل. ده اسمه مبرد خشابي ديل الفار. احنا كلنا عارفين ان ديل الفار عامل كده، فده النجارين من زمان قوي سموه ديل الفار. فمبرد خشابي ديل الفار. المبارد الخشابي في منها الناعم والخشن، برضو كل ده هنتعرف عليه. انا حبيت ابدا معاكم بتعريف العده الاول علشان نعرف نشتغل. يمكن قبل ما نصور انا قلت لحضراتكم ان مهنه النجاره هنعتمد ازاي نمسك العده. احنا لو عرفنا نمسك العده ازاي كلنا هنشتغل وهنتعلم كويس. ده اسمه مبرد خشابي برضو، بس مبطة زي ما انتم شايفين وعدل ومربع. المبارد الخشابي انواع كتير، هم دول اللي متوفرين دلوقتي، ولكن يعني
ما احنا مش هنشتغل بمبارد، لان دلوقتي برضو بقى الاخشاب الحديثه هي اللي بقت طاغيه على الموضوع، وهي الناس بتشتغل. طيب نعم. الفاره هي، لا هي الفاره مش تنعيم. هي الفاره مثلا خلوني دلوقتي اجيب لكم حاجه علشان اشرحها لكم واقول لكم ايه الفاره. زي ما حضراتكم شايفين، يعني مثلا هنا دي الخشب ده، دي 3 حتت خشب، دي عاليه ودي واطيه شويه. احيانا بنكون عايزين نسويها. دلوقتي بقى مع المكن الحديث والحاجات دي بقينا يعني في مكنه صنفره ممكن نعملها، يعني هوريها لكم برضو. استاذنك لو تجيب لي مكنه الصنفره اكون شاكر. الفاره كانوا بيعملوا ايه؟ حاجه زي كده، بيروح مساوي بيها الخشب اهي، شايفه اهي بتاكل ماشي، بتساوي ايه الخشب. دي الفاره برضو انا زي ما قلت لحضراتكم احنا مش هنستخدمها. دي يا جماعه مكنه الصنفره. زي ما قلت لحضراتكم احنا ممكن نستخدم مكنه الصنفره ان احنا دي بنصنفر بيها لما بنشغلها. برضو دي مش وقتها، يعني المفروض دي في الورشه الجايه، بس لما حضرتك سالت حبيت اقول ممكن نخدم دي بمكنه الصنفره. بنحط فرخ خشن شويه وبنخدم، دي اسمها بنخدم، بنسويها وبنعمل ايه الخشب. طيب خلينا احنا عرفنا كده الفار. طيب خلينا بقى نتكلم على مهم جدا بقى اللي شاغل الناس كلها، موضوع الاخشاب. يعني كلنا تقريبا فرشنا بيوتنا. قولي لي مشكله حصلت لك مع نجار. مشاكل كتير طبعا. ايه زي ايه؟ زي نوعيه الخشب ما تبقاش حلوه. انت من وجهه نظرك نوعيه الخشب مش حلوه. طب وحضرتك؟ انا كان في عندي دولاب الضرفه بتاعته بتقع. كويس، ده عيب. وحضرتك؟ في كرسي لغايه دلوقتي في السفره عايزه اصلحه، وخايفه اجيب شخص يبوظهولي مش يصلحهولي. ده للاسف حقيقه. يمكن قبل ما حضرتك تيجي كنت بقول لهم ان من ضمن المواقف اللي حصلت ان النجار، او مش النجار، بيجي الشاب من دول بيستعجل الحرفه وبيروح يتعلم ويقول بعد 3 ايام او اسبوع او حاجه يقول لي خلاص انا بقيت نجار، ويروح عامل صفحه على الانترنت ويقول لك يلا مطابق ب 3 جنيه المتر وحاجات كده، والناس بتفرح وبتبتدي تشتغل معاه، وللاسف ما بيكونش عنده خلفيه تماما عن المهنه. فعلشان كده احنا دلوقتي مش هينفع يضحك علينا. يعني المجموعه اللي قدامي ما شاء الله مش هينفع يضحك عليكم، لان خلاص انت عرفت نوع الخشب وعرفت ازاي بيتصنع وعرفنا ما يضحكش علينا ازاي. وحضرتك ايه المشكله اللي حصلت لك مع النجار؟ برضه الاسعار اللي بيحطوها دلوقتي والله اعلم هم هيعملوا صح ولا غلط يعني. بص حضرتك برضه موضوع في ثقه دلوقتي، يعني حد يقول لي مثلا مش عارفه ده النجار الفلاني او بيعمل او